السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ديال المعسلات. جديد رمضان، معسلات ديال رمضان. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو حتى النهاية ان شاء الله، حتى لاخر الفيديو تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، ان شاء الله تعجبكم. بقشور ديال الحامض الخضر في بلاصة الفستق. غادي ندهن كاوكاو بجوج معالق ديال الزيت، وغادي نحركو وندخلو الفران يتحمر. من بعد ما تحمر كاوكاو، النزلافه ديال الكاوكاو هنا غادي نهرمشها، وهذه غادي مع شويه ديال الجنجلال واللوز قشورو. هذا غادي نطحنو تيطلق الزيت، وهذا غادي نهرمشو. غادي نزيد في واحد المعلقه ديال السكر، معلقه وحده د السكر، وشويه ديال القرفه، غير شويه، نص معلقه، وشويه ديال النافع، ومعلقه ديال الزبده. هي ذوبتها، شوف كي ولات. ومعلقه ديال الماء زهر، وغادي نطحن هذا الشيء مزيان حتى يطلق الزيت. غادي نطحنوه مزيان. كاوكاو ها تشوفوا كي ولا. غادي نحيدو باش ندير كاوكاو الثاني. غادي غير نهرمشو. الزلافه مطحونه والزلافه غتبقى مهرمشه. شوفوا كيفاش ماشي مهرمش، رقيق شويه، ماشي غير داك الغليظ. صافي. من بعد غادي نخلطو مزيان، وغادي نسرح الورقه وغادي ندهنها بالزيت، ولكن كتاخذوا منها طرف وكتلويوها في بلاستيك باش ما يتيبسش. غادي ندهنها بالزيت والزبده، ونعمر هذا الجنب، ندير القليل من الحوشبه، وغادي نجمعها مزيان، وغادي نكمشها بشويه. كتكمش انا حيت مسرعه الفيديو، تنجمعها باش كتجي مكمشه، يجيو في هذوك الطويات. صافي. وندير حتى ما كملت غادي ندهنهم بالزبده، ودرت الفران يسخن، وغادي نطيبهم على 180 درجه ان شاء الله. قبل ما ندخلهم في الفران خصني نقطعهم. من بعد ما خرجت من الفران سخنت العسل وسقيتها بالعسل. كاين اللي كيبغي يدير السيرو كيديروا بالسكر سنيده والماء والحامض وكيسقي بها. انا سخنت العسل وسقيت بها، سقيتها. وها هي البحلاوه ديالنا وجدات بالصحه والراحه. يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء ورمضان كريم.